مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون دي ساندويتش ولا بالاحرى خبز ساندويتشات. وصفه بزاف سهله بزاف بنينه واقتصاديه، وهاد الوصفه هاديه نقدروا نديروا بها خبز صالي باش نديروا به لي ساندويتش، ونديروا بها سكري باش نديروا به لي بغيوش، وراح توجدوا الفطور والقهوه على مره. شوفوا معايا كيفاش نحضروه. بالنسبه للمقادير اللي نسحقوهم في العجينه، راح نسحقوا كاس معمر تاع الحليب اللي يكون دافي، ونفس الكاس تاع الماء تاني معمر يكون دافي. الكاس ديالي يرفد 200 مليلتر. حبه بيض كامله، 2 مغارف كبار سكر، مغرف ونص كبيره تاع خميره فوريه خميره الخبز، مغرف صغيره معمره مليح تاع الملح، 2 مغارف صغار معمرين خميره كيميائيه، فنجان غير ربع تاع الزيت، وعندي مغرف كبيره معمره مليح تاع لا مارغرين الوزن ديالها 30 غرام. نجوزو لطريقة التحضير واللي ما كاش ما اسهل منها. في اليان نحط الحليب والماء كما قلت لكم كاس ويكونوا دافيين ماشي سخونين وماشي باردين. نحط عليهم السكر ونزيد عليهم الخميرة الفورية ونحركهم هكذايا بالفوي. هذه المرحلة الاولى من العجينة. من بعد ما حركتهم مليح بالفوي راح نزيد عليهم الزيت ونزيد عليهم البيض. هنايا الزيت نديرو 4 كاس اللي كيلنا به الحليب والماء، ولا نديرو فنجال غير ربع يكون الفنجال ديالكم صغير. من بعد نحركهم بالفوي ونبدا نزيد عليهم الفرينه. هنا الفرينه عينكم ميزانكم. نضيف شويه مع الاول وندير معاهم الملح والخميره الكيميائيه ونبدا نخلط فيهم هكذايا، والفرينه نضيفها تدريجيا. هنايا دائما في المعجنات هذوما ما نقدرش نمد لكم الكيل تاع الفرينه، لانه كل وحده الفرينه ديالها تشرب ولا ما تشربش. كاين اللي تستعمل الفرينه تاع الميزان، كاين اللي يستعمل الفرينه تاع الباكي، كاين دونك كل وحده والفرينه ديالها. دونك نتوما الفرينه عينكم ميزانكم. شوفوا برك معايا راح تفهموا القياس. عفوا هنايا كنت نزيد في الفرينه تدريجيا حتى نتحصل على عجينه يعني نقدر نطمها مي او ميم طون تكون تتلاصق بالبزاف. هنايا العجينه ديالكم ما تنشفوهاش بزاف بالفرينه، نسحقوا العجين ديالنا يكون يتلاصق مليح في اليد. ممكن تمسوه باليد اللي ماشي اللي راكم تعجنوا بها، تصيبوه يتلاصق مليح. نحطوا على لو بلون دو طرافاي ونزيد له مغرف تاع المارغرين اللي قلت لكم الوزن ديالها 30 غرام، ونبقى نعجن هكذايا وندخل في هذيك المارغرين. هذه المرحله هذه راح تساعدكم باش تعجنوا الخبز ديالكم، ما تعجنوش هذاك العجين اللي يعييكم، مي تعجنوه برك باش تدخلوا فيه هذيك المارغرين. وكيما راكم تشوفوا افورس كو تعجنوا افورس كو تدخل المارغرين ولا بات ديالنا تولي ما تتلاصقش بالبزاف. من بعد ما دخلت لي كامل المارغرين لاباط ديالي توجور تبقى تتلاصق وانا نسحقها هكاك تتلاصق. هنايا باش برك نقدر نعطي لها وجه املس راح نجي نضيف عليها 2 رشات برك خفاف تاع الفرينه، لا اكثر ولا اقل. قيس نص مغرف تاع فرينه نزيدها دوكا. نرش الرشه الاولى ونطم العجينه ديالي، ونزيد نرش الرشه الثانيه ونزيد نطم مليح العجينه ديالي حتى نتحصل على عجينه اللي يكون الوجه ديالها املس. من بعد ما نتحصل على هذا القوام هنايا راح نجيب الزيت. والحاجه اللي مهمه في هذه العجينه تعاونوا روحكم بالزيت ماشي بالفرينه. لو كان نقعدوا نزيدوا في الفرينه باش نشكلوا العجينه تاعنا راح تولي عندنا عجينه شايده روحها بالبزاف. مي انا ما حبيتش تشد روحها، او كونترير حبيت تقعد هكايا تلقى روحها باش يجيني الخبز ديالي خفيف. دونك دهنت يديا بالزيت، وجيت ثاني لهنايا دهنت الليان ديالي بالزيت. انا نفس الليان اللي عجنت فيه برك غسلته باش يبقى لي بروبر. من بعد نحط فيه لابول دو بات ديالي ونغطيها بان ساشي، ونزيد نغطيها بان طورشون ونخليها تخمر. راح تاخذ منكم من 20 دقيقه حتى نص ساعه باش تخمر لكم مليح، يضاعف الحجم ديالها. كما راكم تشوفوا كانت صغيره وراهي ولات دوبل يعني دوبله لو فوليوم ديالها. دونك لهنايا راح نرفدها، ما نديغازيهاش كامل، نرفدها برك بيدي. توجور عاونوا روحكم بالزيت كما راكم تشوفوا. نحطها فوق لو بلون دو طرافاي ونشكلها على شكل حربوش. راكم تشوفوا الفقاعات هذوك راهم ظاهرين على العجينه، يعني العجينه تاعنا ناجحه وراهي مخمره مليح. الله الله عليها. هنايا نبدا نوزن في الخبيزات ديالي. انا درتهم 100 غرام، من 100 حتى 108 110 غرام، ما ديباسيتهمش. ولا حبيتوا ما عندكمش ميزان ولا ما حبيتوش تستعملوا الميزان، تقسموا لاباط ديالكم على 12 ولا 13 انقطاع.
هادوما الخبيزات راح يجوكم بشكل عادي، ماشي كبار بزاف وماشي صغار بزاف. الا حبيتوهم دي ميني ديروا 50 غرام في لاباط في لابول يعني تاع كل وحده. بعد ما نوزن العجين ديالي راح نشكلهم هكايا ديراكتومون دي بول ونحطهم تاني بجهه، ندهن لو بلون دو طرافاي بالزيت، ومن بعد نحط فيهم هادوك لي بول دو بات ديالي ونكمل كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. هنا وريت لكم لاباط كيفاش راهي تترعد وحدها وكيفاش راهي خفيفه. صدقوني في حياتكم ما جربتوا اون بات اللي تكون هكايا خفيفه. وتاني الحاجه اللي عجبتني بزاف في هاد لي ساندويتش سيكو مور ما يطيبوا ويبردوا ما راحش يتعجنوا وراح يقعدوا هما. بعد ما شكلت كامل لاباط ديالي كما قلت لكم وزنتها 100 غرام وشكلتها هكا الى دوائر، نغطيها بانساشي ونخليها تعاود ترتاح لي 5 دقائق برك باش برك تعاود تطلق لي شويه روحها، وكي نجي نفتحها تجيني مليحه وتساعدني وما تعينيش. هنايا وريت لكم بالعاني هذا المقطع هذايا ما حبيتش نحيه باسكو كنت ما استعملت والو، لا فارينه لا زيت لا حتى حاجه، غير رفت لاباط هذيك وحطيتها على لو بلون دو طرافاي. جيت نفتحها بالحلال لصق لي وما قدرتش نفتحها بالحلال. وثاني لهنايا ما حبيتش نزيد لها الفارينه، كنت قادره نزيد شويه تاع الفارينه نفتح بالحلال تفتح معايا عادي جدا، ما حبيتش نزيد الفارينه باش تقعد لي لاباط بالقوام ديالها. نتوما بداو حلوها غير بيدكم كيما راكم تشوفوا فيا لهنايا كيفاش درت. دونك لهنايا نعاود نفهمكم في حبه واحده اخرى باش تفهموني مليح، باسكو هنايا مع الاول هاد الحبه هذه كنت هدرت لكم فيها على الفارينه والحليب. دونك لهنايا ناخذ اون بول دو بات نحطها فوق لو بلون دو طرافاي، نفتحها هكايا غير بيدي على شكل مربع ولا مستطيل، ونبدا ندور في العجينه ديالي على نفسها. ما نزيروش كي رانا ندورو هكا، راني غير ندور باش نحط عجين على عجين وحتى نكمل كامل المستطيل تاعي. ومن بعد هذيك الغلقه اللي تجي في الاخير نقرصها هكايا مليح ونبلاطيها باش كي يكونوا يطيبوا ما يتحلوش معايا. وتاني هذه الغلقه هذه لازم تجيني من تحت. هنايا درت شويه برك تاع الفارينه باش نقدر نرفد هذيك الخبيزه ديالي كما شفتوا معايا. هنايا زدت شكلت معكم حبات واحد اخرين. الحاجه المهمه لازم كي تكونوا تدوروا في العجين ديالكم ما لازمش تزيروه هكا باش ما يجيكمش معجن من الداخل ويزيد يصيب وين يخمر وينتفخ من الداخل تاني. دونك فوالا كيما شفتوا معايا طريقه بزاف سهله، ما تحقوا حتى حاجه نيمول ني حتى حاجه باش ديروا بها. بعد ما شكلت كامل الخبيزات ديالي حطيتهم في سنيوات كونفاريني. مي من الاحسن اذا كان عندكم بابي كويسون ديروا بابي كويسون ولا دهنوها بالزيت خير من الفارينه. انا هذا واش نقدر نقول لكم، يعني كي درت الفارينه من بعد لصقولي غير شويه مي نحيتهم فاسيلمون. نتوما بو ايفيتي تو سا خلوهم ديروا لهم بابي كويسون ولا الزيت. خليتهم يخمروا بعد ما جازت لي 4 ساعات ولا 20 دقيقه. هنايا دربت حبه بيض نحيت لها شويه من البياض، خليت غير الصفار مع شويه برك بياض وزدت له شويه تاع الحليب، ضربتها مليح ونجي لهنايا ندهنهم مليح بالهاد الخليط تاع البيض والحليب هكا باش ندخلهم ديراكتومون يطيبوا في فرن مسخن على 180 درجه. خلوه يكون سخون مليح، سخنوه من قبل بواحد 10 دقائق ولا، ودخلوا فيه سنيوات ديالكم وخليوها طيب حتى تشوفوها بدات تحمر من تحت. زيدوا شعلوا لها من الفوق، وكي تروحوا تشعلوا لها من الفوق زيدوا عاودوا لهم دهنه واحده اخرى بهذا الخليط تاع البيض والحليب وخليوهم يزيدوا يحمروا لكم بيان من الفوق. والسير تاني اللي نقدر نمده لكم باش يجيكم الخبز ديالكم طري وخفيف وهايل من البرا ومن الداخل، كي تخرجوا سنيوات تاعكم من الفور دهنوا الوجه تاع الخبيزات تاعكم بالحليب. ما تخافوش ما راحش يبقى لكم لو تاع الحليب، ما راح يبقى حتى حاجه. دونك دهنوهم بالحليب تاني غير دهنه خفيفه بالبانسو وغطوهم بان طرشون، ارموا عليهم طرشونه وخلوهم حتى يبردوا تماما، ما تمسوهمش كامل، خلوهم حتى يبردوا لكم مليح باش تقدروا تفتحوهم بالموس. وهكذايا هذا هو الخبز ديالنا. فوالا الخبز ديالي بعد ما طاب كما قلت لكم دهنتو 2 خطرات بالبيض والحليب. من بعد كي خرجتو كامل وطاب تماما تحمر مليح وخرجتو دهنتو دهنه خفيفه بالحليب وحده وزدت رميت عليه ان طورشون وهاوليك حتى برد. كما راكم تشوفوا راهو بزاف طري، وكي تحبطوه هكايا بيدكم يعاود يطلع وحده وكما راكم تشوفوا فيه يجيكم بزاف خفيف وهايل.
دوكا ندوزو للحشو. هنايا كل واحد والحشو اللي حاب يديرو. انا نقول لكم واش درت. عندي دو بلون دو بولي قطعتهم اون بوتي كارو، راح نزيد عليهم لي زيبيس، ملح، فلفل كحل، كركم، كوري، زنجبيل، عكري حلو، وزدت عليهم تاني مغرف صغيره تاع طوماط كونسونطري. عندي 4 مغارف تاع الزيت وعصير نص ليمونه وحبه تاع ياغورت طبيعي. هنايا راح ندير اون مارينات تاع لو بولي، راح نديرها اون مارينات تاع شاورما اللي تجي بزاف بنينه، والبولي ديالنا راح يجينا احمر ماشي بيض. دونك كيما قلت لكم خديت لو بولي ديالي، درت عليه لو جو تيترون وزدت عليه الزيت. هنايا زدت عليه علبه تاع ياغورت طبيعي. الا عندكم البن ولا ما عندكمش كامل تقدروا ديروا شويه تاع الحليب. زدت عليه طوماط كونسونطري، الا تحبوه يجي حار تقدروا ديروا شويه تاع الهريسه، وزدت عليه لي زيبيس ونحركوه هكذايا مليح. انا هاد العمليه درتها قبل ما نبدا نحضر الخبز هكذا باش لو بولي هذاك يتمارينا لي بيان ويقعد لي المده طويله. يعني نتوما كي تعجنوا الخبز تخليوه يخمر، روحوا وجدوا لا مارينات ديالكم وخليوها في الفريجيدير حتى الوقت اللي تكملوا كامل الخبز ديالكم تحضروه وتروحوا طيبوا لا مارينات ديالكم. انا هنايا كملتو خليتوه في الفريجيدير شويه، من بعد رحت نطيبوه. هنايا في مقله درت شويه تاع الزيت خليته يسخن، ومن بعد رميت عليه هذاك لو بولي ماريني ونخليه هكذايا حتى يطيب. لا ماريناد هذيك اللي بقات لي في لو بول نمسحها كامل بسباتول ونعاود نرجعها مع لو بولي هكذا باش ما نخسروا والو من هذوك لي زيبيس اللي درناهم. وهذه هي البنه، ونزيد نشلل هذاك لو بول ونخليه دو كوتي حتى كي يبدا يطيب لي لو بولي ونرميه عليه. هنايا لو بولي نخليه فوق النار حتى يبدا يطيب. نبدا نحرك فيه هكايا بشويه، يعني طريقه تاع طياب تاع الدجاج بزاف سهله وكامل تقدروا تطيبوه. مام لي جامي طيباتو تقدر تطيبوه باسكو بزاف سهل وتمتم يطيب. دونك هكذايا نبقى نحرك فيه. كي نشوفو دخلو طياب نزيد له هذاك. هنايا اوليو ما نروح نزيد غير شويه ماء وحده، انا واش درت شللت هذاك لو بول اللي درت فيه لا ماريناد وفرغته عليه ونخليه هكذايا حتى يطيب تماما لو بولي. كما راكم تشوفوا لاصوص بدات تنقص. انا واش ندير راح نقويلو كامل على النار، نديرو على نار قويه ونخليه حتى يتشرب لي كامل هذاك الماء ونطفي عليه. الخبيزات ديالي بردوا هاملي كما قلت لكم تجيكم نتيجه رائعه ويجيكم محمرين مليح. هادو اللي راهم محمرين مليح كنت عاودت لهم لا دوغور، والاخرين اللي ماشي محمرين مليح ما عاودت لهمش لا دوغور. سي بوك سا راهي تبان لا ديفيرونس. هنايا جيت نفتح معكم الخبز باش تشوفوا من الداخل كيفاش يجي. ما راحش يجيكم معجن ويجيكم بزاف طري وما فيهش بزاف هذيك البابه من الداخل. دونك ما راحش ميم با تقدروا تنحولوه ولا دونك تخليوه كيما راهو. انا بعد ما برد مليح كما قلت لكم لازم يبرد، سينو الا تفتحوه هو سخون راح يتعجن معاكم. نفتحهم كامل هكذايا. ولا فاخس تقدروا نتوما ديروا واش تحبوا، تقدروا ما ديروه فاخسي وطيبوه ديراكتومون باش هكايا يطيب يكون واجد. لي ما يحبوش يكسروا راسهم تقدروا ما ديروه تخرجوه معاكم في لي بيكنيك ولا لاي بلاصه تروحوا ليها. دونك لهنايا انا بوغ لا فارس راح ندير له فروماج بلون. لو فروماج اللي كنت وريته لكم من قبل تاع البيدون هو موندور بزاف بنين وتاني راح يكون اقتصادي شويه بارابور الفروماج بورسيون وتاني سهل للطالع ما راحش تتعذبوا معاه. سورتو كو الخبز هذا راهو بزاف طري دونك جو بريفير ديرو هكايا جبن للطلي ماشي بورسيون هذاك. هكايا ندير كامل الفرomاج في الخبيزات ديالي. بالنسبه للحشو تقدروا ديروا واش عندكم مي فريمون واش عندكم، كل وحده واش تحب دير الحشو. كاين تحب دير بولي، كاين تحب دير فيونداشي. تقدروا تقليو غير دي اسكالوب وديروهم هكايا من الفوقه في داخل الساندويتش. تقدروا ديروا غير بالطون، يعني اللي ما حبتش طيب ما حبتش تكسر راسها ولا ما عندهاش كامل الوقت تقدري ديري طون برك وراح يجيو بزاف بنان. تقدري ما ديريهم 3 فروماج، ديري غير فروماج بلون فروماج غابي اي كامامبير ويجيبوك هايلين وبزاف بنان. يعني الصح كامل راهو في الخبز. كي ينجح لكم الخبز راح يجيكم كلش بنين واش درتو لداخل راح يجيكم هايل. هنايا زدت لهم سالاد طوماط
ومن بعد تيك راح نزيد ندير لهم بطاطا مقليه دي فريت، ونزيد ندير لهم تاني لو بولي اللي كنت طيبته معكم. تقدروا مام لو بولي ديروا له ماريناد شاورما، ولا ديروا الماريناد اللي تكون يعني بلانش. المهم كل واحد ومقدوره، وكل واحد واش توفر لعنده. فوالا هنايا راني ندير لهم لي فريت، ونزيد ندير لهم لو بولي من الفوق، وهكذا يكونوا لي ساندويتش ديالي واجدين. رانا لحقنا لنهاية الفيديو. هذه هي كانت وصفتنا لنهار اليوم، خبز سندويتشات، وصفة بزاف سهلة بزاف بنينة اقتصادية، كامل تقدروا تجربوها، وتاني رايحة تسلككم وتخلصكم كامل المشاكل تاع الخبز اللي عندكم. كامل نحبوا نديروا الخبز في الدار، ونديروا دي ساندويتش في الدار، حاجة نقية، حاجة بنينة، والبنة سورتو تبقى كيما تاع برا، يعني ناكلوا فاست فود في الدار راح تجيكم بزاف بنينة. والخبز كيما راكم تشوفوا فيه هنايا كان برد ويعني قعد، وما بقالي حتى الغدوه من داك، سخنته برك في ميكرووند ولا في مقله، وبقالي بنين على حالو، ما نشف ما يبس، ما صرابيه حتى حاجه. صدقوني بلي اون ديغي دي بغيوش اللي شريناهم من برا، ولا هذاك خبز البرجر اللي نشريوه من برا يبقى طري وعلى حاله. دونك كيما راكم تشوفوا معايا قسمته معاكم، يتقسم بسهوله، ومن الداخل راكم تشوفوا فيه كيفاش يجي بزاف طري، ومع هذا الحشو هدايا اللي هو تاني بزاف بنين. وهذا العجين هذا تقدروا ديروا به لي برجر، لي ميني ساندويتش، والمملحات اللي راح تجي كامل في بالكم تقدروا ديروها به. كيما تقدروا ديروا به تاني دي بريوش سكري كيما راكم تشوفوا بنفس العجينه. خديت زوج خبيزات، ولو كان برك خديت كتر باسكو جا بزاف بنين. تقدروا تحشيوه لداخل بالشوكولا اتارتيني كيما درت انا هكذايا، دهنتو من الفوق بلا جولي وسوبودريت لو سكر غلاس. وتقدروا تاني مام ديروا اون كريم باتيسيير ديروها لداخل، ولا ديروا يعني ديروا واش حبيتوا. تقدروا مام ديروا لا كونفيتور لداخل، يعني نتوما واش عندكم. تقدروا مام ديروا فيه شوكولا قبل ما طيبوه وديروه ديراكتومون دي بريوش، وجا تاني بزاف بنين. يقدر يكون صالي كما يقدر يكون سكري، ولا حبيتوا ديروه غير سكري تقدروا مام تزيدوا زوج مغارف كبار تاع السكر في العجينه. دونك هذه هي النتيجه تاع وصفتنا لنهار اليوم، ونقول لكم جربوها ما راحش تندموا عليها. وكامل خليوا لي رايكم في لي كومونتير، خليوا لي جيم وبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي تحبوهم. والا جربتوا هاد الوصفه ولا اي وصفه واحده اخرى ابعتوها لي في الانستغرام غاتو روميسا ولا شيف روميسا، كتبوا في انستغرام يخرج لكم لو كونت ديالي، ابعتوه لي والتحقوا بيا لتما. تاني راح نخلي لكم تاني دي ستوري بزاف شابين وملاح ويفيدوكم تاني في دي روسات ايتو. دونك ما بقى لي غير نقول لكم يعطيكم الصحه اللي شفتوا لا فيديو للاخير. تهلاو في روحكم وفي الناس اللي تحبوهم، وسلام.